السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة الجمعة، كل جمعة وانتم طيبين. النهاردة 29 أغسطس ومعانا حل فوازير فودافون. هندخل كده على الفوازير ونلعب لوحدنا زي كل يوم، ونكمل الصورة إن شاء الله ونكسب، أو أي حد فينا يكسب الجايزة الكبيرة. وهنلعب لوحدنا، معانا 10 أسئلة. هندخل كده على خمن. هنا احنا بنلعب هنا في خمن الفيلم. الخط دوت حظه وحش، بس هنكمل كده مع فودافون ويا رب نكسب الجايزة الكبيرة. فيلم محمد إمام عن حرامية آثار بيحاولوا يكتشفوا مقبرة اسكندر الأكبر، ده لص بغداد. فيلم كوميدي بطولة هشام ماجد وشيكو، قدموا فيه شخصيات يونس والمعلم مجدي تختوخ، ده اللي هو قلب أمه. فيلم كوميدي عن عملية مخابرات لإنقاذ جوه مصر، اللي تحول لتلج وساعة لإنقاذ جو مصر، ده حملة فريزر. فيلم الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. محمد حسين، هو مش كوميدي أوي بس ماشي. فيلم أحداثه كانت بتدور فترة الأربعينات، وقدم فيه أمير كرارة شخصية ضابط شرطة، ده حرب كرموز. كسبنا 200 ميجا بتوع كل يوم، وهنكمل برضو الصورة. فيلم كوميدي من أحلى الأفلام اللي عملها أحمد حلمي، عسل أسود فعلا. استنى كده اما الفيديو يفتح. الفيديو مفتحش، هنعمل كده، هنغير السؤال. هند صبري قدمت دور مناضلة أيام الاحتلال، ده في قيرة والجن. فيلم كان فيه محمد إمام وفتحي عبد الوهاب اخوات وحرامية آثار لص بغداد. محمد هنيدي طلع بدور فوزي وفواز في فيلم عندليب الدقي. مجدي تختوخ كان اسم شيكو في فيلم قلب أمه. كسبنا 5 قطع مكررين، طبعا برضو ما كسبناش في الخط ده. هنحول كده الخط ونرجع لكم تاني، ومعانا الخط التاني كده. وندخل اول حاجة على العروض، نشوف لو في عرض متاح على الخط. عروض اللي هي فليكس، كل العروض. مفيش اي عروض كويسة. تمام، ندخل بقى على الفوازير. هندخل على الفوازير، تحدى شلتك واكسب مع الفوازير. وهنلعب لوحدنا، واحنا هنا تقريبا بنلعب في خمن الفيلم. خلصنا خمن الفيلم ده بتاع كده، نشوف خمن الممثل. خمن الممثل ماشي، خلينا في خمن الفيلم هنا ولا خمن الممثل؟ تعال نلعب خمن الممثل عشان الناس كانت طالباها امبارح. ماشي، يمكن نلعب برضو في خمن الممثل. نبدأ نلعب كده. انا روبوت وبيسموني لذيذ، عرفت انا مين؟ عمرو وهبة. انا بطل قلب امه، حملة فريزر، سمير وشهير وبهير، ده شيكو. انا دكتور ربيع وهتلاقيني في اغلب الاعمال الكوميدية، بيومي فؤاد. انا باشا مصر والبكباشي، يوسف المصري، ده هيبقى امير كرارة. بابا من اساطير الدراما المصرية ومن اساطير الفنية، احمد صلاح السعداني. تمام يا شباب، ندخل تاني كده ونبدأ اللعب. كده انا قافل البتاع، لا مش قافل الصوت. تمام. انا اسطورة فنية ولقبي هو الساحر، ده اللي هو محمود عبد العزيز. انا بطل الافلام دي حملة فريزر، حامل اللقب، فاصل من اللحظات اللذيذة، هشام ماجد. كنت بطل فيلم سيكو، ده هيبقى طه الدسوقي. فنان كوميدي بيبقى ابن واحد من اكبر اساطير الكوميديا في الفن المصري والعربي، محمد عادل امام. انا مطرب عملت فيلم فقدت فيه السيطرة على ايدي، ده تامر حسني. وكسبنا شباب برضو هنا. هنكمل بكرة. كمل خمن الممثل،
ونحول الخط ونرجع لكم تاني. وده خط جديد كده. ندخل على العروض، اول حاجة نشوف فيه عرض متاح. انتوا اعملوا كل يوم كده، تخشوا على العروض تشوف ليه عروض تجديد الباقة بنص التمن او ضعف الباقة، او في يعني مثلا مرة جالي اجدد الباقة ب6 جنيه وهي باينة ب60 جنيه، يعني ايه تبقى عروض حلوة. يعني في عرض ضعف الباقة ماشي، مفيش عروض ايه ببلاش. ندخل كده على اتحدى شلتك واكسب مع الفوازير ونلعب لوحدنا. تقريبا هنا بنلعب في خمن الفيلم. خمن الفيلم مفيش، بخمن الممثل. تمام، خمن الممثل. ظهرت في دور حبيب البنات في الجامعة ورجعت بالزمن للسبعينات مع اخواتي سمير وبهير بسبب آلة الزمن. ده هيبقى شيكو. اي ابويا فنان مشهور وعملت سلسلة افلام من جزئين عن الكورة حققت نجاح كبير. ده نور النبوي. الحريفة 1 والحريفة 2. ظهرت في دور اعمى وحبيت بنت ولما رجعت اشوف شفت انها عندها سرطان وماتت. احمد حاتم. كنت طالب في الجامعة وبتاع بنات لحد ما قابلت مي عز الدين وحبيتها واتجوزنا وخلفنا بنتين. ده هيبقى تامر حسني. عمر وسلمى. وش في وش، شق لص بغداد. انا شاركت في كل الافلام دي. ده امنية خليل. تمام، كسبنا 300 ميجا ونكمل الايه، نلعب تاني كده. يلا تاني. مفيش اسئلة ولا ايه؟ تمام. انا فنان موهوب ورحلت بدري شوية ومن اشهر افلام الرئيس عمر حرب. ده خالد صالح، ربنا يرحمه. كان ممثل حلو بس الفيلم ده ما كانش حلو يعني. انا نجم شاب وشاركت في بطولة سلسلة افلام الحريفة وقدمت دور الششتاوي. الششتاوي ده اللي هو احمد غزي. بدخل في آلة زمن عشان الحق احمد حاتم اللي رجع للتسعينات عشان يرجع صداقتنا من تاني. ده هيبقى هنا هنا الزاهد. فيلم الغسالة. لبست لبس رجالة ومسكت مطوة في فيلم الفرح وكنت ببيع المشاريب للمعازيم. دينا سمير غانم. احمد نوتردام. احلام فتى الطايش. الباشا تلميذ. انا بطل كل الافلام دي اللي هو رامز جلال. ومعانا الحساب الرابع وندخل كده على العروض زي ما قلت لكم كده. بتدخلوا مثلا عندي هنا في الحساب دوت او في الخط دوت وحدات لكل الشبكات، ليك 400 وحدة لكل الشبكات ببلاش. هنعمل كده استمتع في العرض وبعد كده ندخل على الفوازير. تمام كده يا ولاد، هندخل بقى على الفوازير. اتحدى. هنلعب لوحدنا هنا وطبعا هنا بنلعب خمن الممثل، لا بنلعب خمن الفيلم. خمن الفيلم ماشي. نستنى قطعة ان شاء الله نكسب تلفزيون ولا سماعة JBL. فيلم احداثه بين مصر ودولة معادية. ولاد العم. هشام ماجد واحمد فهمي كانوا ابطال فيلم سمير وشهير وبهير. فيلم كوميدي من بطولة احمد حلمي ومنى شلبي وخالد الصاوي. ده ده كده رضا. استنى كده اما الفيديو يفتح. تمام. انت بوسي. ايوه يا نعناع يا حبيبي. ده صباح كده. احمد حلمي كان شغال مهندس ديكور وفقد الذاكرة في فيلم بلبل حيران. كسبنا 300 ميجا ونبدأ نلعب للأسئلة اللي باقية. فيلم قدم فيه كريم عبد العزيز شخصية بسيوني عبد السلام بسيوني الباشا تلميذ. قول لنا المشهد ده من فيلم ايه؟ طبعا المشهد ما فتحش، هنعمل كده تغيير. فيلم كوميدي شارك فيه احمد السقا كضيف شرف بشخصيته الحقيقية سمير وشهير وبهير.
فيلم لأحمد حلمي كان شاب مصري أمريكي بيرجع مصر، ده عسل أسود. فيلم الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا بوشكاش. فيلم رومانسي كوميدي عن بنت بتعمل اختبارات كتير لحد بتحبه عشان كانت فاقدة الثقة في الرجالة. ده ايه ده؟ هيبقى عروستي؟ ما اتفرجش عليه بس هيبقى عروستي. عايزين نتفرج على عروستي ده عشان ما اتفرجتش عليه. تمام كده يا شباب، هنحول الخط ونرجع لكم تاني. وزي ما قلت لكم دخلنا على خط تاني، زي ما قلت لكم برضه تخشوا على عروض كل يوم، لقينا 500 وحدة لكل الشبكات ونت لآخر اليوم، استمتع بالعرض. تمام كده، وبعد كده ندخل على الفوازير. تحدى شلتك واكسب مع الفوازير. وده اخر خط معانا النهارده، هندخل على العب الفوازير لوحدنا. وتقريبا هنا بنلعب في خمن برضو الفيلم. تمام، ونبدأ اللعب. فيلم بطولة أحمد حلمي ونور اللبنانية والطفلة منى عرفة، مطب صناعي. فيلم من أشهر أفلام كريم عبد العزيز واتعمل منه جزئين لحد دلوقتي، الفيل الأزرق. فيلم كوميدي شاركت فيه مي عز الدين مع محمد سعد، الليمبي 8 جيجا. فيلم اتجوز فيه محمد عادل إمام ياسمين صبري وكان أبوها زعيم عصابة، ده أبو نسب. فيلم لهشام ماجد قدم فيه شخصية لاعب كورة، ده حامل اللقب. كسبنا 300 ميجا. نلعب تاني كده ونبدأ اللعب. نستنى كده الفوازير لما تفتح معانا. فيلم أكشن أحداثه مليانة أكشن وإثارة، ولاد رزق، ولا في أكشن ولا في زفت، يعني فيلم قذر بالرأي يعني. استنى كده اما الفيديو يفتح معانا. مفيش خالص النت. طيب نغير السؤال. فيلم اتعمل منه جزئين وهو من اشهر افلام كريم عبد العزيز، الفيل الازرق. بيعيدوا الاسئله تاني. دينا الشربيني كانت زوجة هشام ماجد واسمها مسك في فيلم حامل اللقب. فيلم قدم فيه محمد سعد شخصيتين، مدير سجن وبلطجي، ده اللي بالي بالك. اياد نصار شارك في فيلم احداثه كلها كانت جوه قطر، ساعة ونص. تمام كده يا شباب، ان شاء الله اشوفكم بكرة ان شاء الله في حل فوازير 30 اغسطس، وان شاء الله حد من اللي يتابعوا القناة يكسبوا حاجة من الجائزة الكبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.